السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. كده النهارده نقدر نقول ان احنا خلصنا الجزء الاول في كورس الاكسل. طبعا احنا كده ما خلصناش خالص، لا احنا كده خلصنا الاساسيات اللي انت تقدر تشتغل بيها لوحدك بعد كده لو انت عايز تشتغل او تتعلم من مكان تاني او تدور على حاجات تانية كتير تبحث بيها. انت دلوقتي معاك كل الاساسيات اللي تقدر تستخدمها. احنا شرحنا في البداية خالص ازاي تعمل فايل جديد، وشرحنا التابس والجروبس اللي هي التقسيمات دي، شرحنا الايديتنج داتا، وشرحنا الفورمات. هنجيب كده عندنا من الاول كده الشغل بتاعنا، الداتا اللي احنا كنا بنظبط عليها والفورمات، وازاي تخلي الخلية تقرا او تتكلم. لو انت عايز تبحث ازاي تروح عند فايند وتبحث. شرحنا ازاي تعمل كوبي، شرحنا الورك شيت ازاي تشتغل على الشيت بالكامل بتاعك. شرحنا اللوجيستيك تيست، هتلاقي عندك اللوجيستيك تيست هنا في الاول خالص لوجيك تيست. وشرحنا برضو الاف ايرور والاف، هتلاقي عندك الاف ايرور اهي شرحناه. وشرحنا التكست فانكشن، كل الحاجات دي والفورميولا شرحناها برضو. ازاي تعرف الديبندنت دي ايه معتمد على ايه، يعني مثلا دي معتمد على دي. التكست فانكشن برضو شرحناها. وبعد التكست فانكشن هي الابر والتريم والجروب واللور والرايت والليفت والميدل والكراكت. شرحنا جزء كبير في والديت فانكشن برضو والبريس دي فانكشن. شرحنا جزء كبير وتعبنا فيه مع بعض، ونتمنى الناس تكون بتراجع برضو. نزلنا كده ريفيجن 1 وريفيجن 2 الناس كلها. الشغل بتاع الفلوك اب والاتش لوك اب والاندكس برضو شرحناه، كل حاجه شرحناه، والاكواد والكلام ده والجداول التيبل. وشرحنا الشارت، يعني الحاجات دي كلها شرحناها بحيث ان انت تبقى فاهم كل الشغل اللي احنا عملناه. طيب احنا هنوقف عند كده؟ لا، في جزء تاني هينزل، ده بيبقى الاختصارات. لو انت مثلا مكان ما تقعد تدور اللي انا عامل لك اختصار على طول، اما اضغط على مثلا حاجه في الكيبورد تطلع معايا على طول. ده اختصار الجزء اللي هنشرحه. هنشرح جزء ادفانسد مش كل الناس بتحتاجه، فهنبقى شرح ان انت عندك وقت تذاكره وتعرفه. لو انت محتاجه ماشي كويس حلو. طب لو انت عندكش وقت خلاص ممكن تكتفي بالجزء انت اتعلمته تبدا بيه وتكمل عليه وتطور نفسك لحد ما يبقى عندك وقت تكمل معانا الكورس. فدلوقتي الكورس احنا اتفقنا معاك في الاول خالص اللي هو مقسوم لجزئين. الجزء الاول انتهى لحد التشارت، الجزء الثاني بقى الادفانس اللي يبقى فيه الاختصارات، ويبقى فيه ايه الشغل الثاني المطول شويه. ازاي تعمل لو عايز تبرمج برنامج على الاكسل، حاجات كتير من الحاجات تبقى موجوده معانا ان شاء الله. فالكورس مكمل معانا الناس اللي عايزه تكمل معانا في الكورس. احنا لسه مكملين في كورس الاكسل، وان شاء الله ننزل كورس باوربوينت بحيث نبقى مجمعين الناس اللي كده حد طلبه. وهننزل برده الوورد. وانت كان المفروض اصلا لو انت جيت تشتغل على الوورد او الباوربوينت ما ياخدش معاك وقت انك عرفت اغلب الحاجه في الاكسل، فاهم الدنيا، لانه اغلب البرامج قريبه لبعض. اتمنى يكون فيديوكم، ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك للقناه عشان نفضل مكملين باستمرار. دعمكم هو اللي يخلينا نستمر.